قلبتوها بطاطا، قلبتوها بطاطا، قلبتوها بطاطا، قلبتوها بطاطا. قلبتوها بطاطا مع قبلاوي. أنا خلقت ببلدة عربية قابعة تحت احتلال. أنا كبرت في بلدة عربية قابعة تحت الاحتلال. كبرت وأنا بعرفش شو يعني حرية وطن، بس بالمقابل مع الوقت عرفت أطور سبل عشان أكون حرة من جوا. عرفت مثلا كيف اتمسك بكل شيء مرتبط بقضيتي الوطنية. واهلي كمان علموني كثير اشياء بهالخصوص. تعلمت مثلا انه في اشياء مش ممكن اساوم عليها او حتى استغني عنها. هويتي، انتمائي لهالأرض، معرفتي لتاريخ، وحفاظي على لغتي. وبالرغم من كل التحديات اللي عم بواجهها كشاب عربي عم بعيش بهالوطن القضية، بالرغم من كل التحديات اللي واجهتها كصبية عربية عم بتعيش بهالوطن القضية، بضل في كمان تحديات وتغييرات عم بتفاجئنا كمجتمع. منها تغييرات مش مفروض تكون بالذات لإلنا إحنا وبلاد هالبلد. تغييرات إحنا بنخلقها. إحنا هون اليوم لنحكي عن لهجاتنا. لهجاتنا يا خالي، لهجاتنا. كل بلد عربية بتتميز بلهجة إلها. طريقة حديث تشبهش إلا سكانها. بزعلوا، بفرحوا، وبيعبروا عن غضبهن، ليعبروا عن وجعهن، عن محبتهن بأسلوبهن الخاص. بس في شيء لاحظناه بالفترة الأخيرة، إنه البعض منا بغيروا لهجتهم أول ما يوصلوا لعند لافتة رافقتكم السلامة عند مخرج البلد. ويا جماعة الخير فجأة الاتش بتصير قالوا قلنا، والهناك بتصير هاونيك. يمكن بيعملوا هيك عشان يحسوا إنه أكثر من تميل لفئات معينة، ويمكن عشان يحسوا حالهن كول أكثر. وفي فئات شبابية بتغير مكان سكنها من مدينة لمدينة أو من قرية لمدينة لظروف معينة. أحيانا بتكون شغل أو تعليم، وفجأة لما بتغير سكنها بتلاقي لك سلخة قاموس القديم وطعشت لسانها وتغير أسلوبها بالنطق. إنه أنا شخصيا مش ضد إنه الإنسان يتطور ويتلائم مع مجريات الحياة، بس مين قال إنه استغنائك عن لهجتك تطور؟ ومين قال إنه هلا أحلى من إسا؟ هسه تخلوناش نكتبها بطاطا وتعالوا نتفق إنه لهجتنا الفلسطينية بكل أشكالها عن جد كنز. قال وقال وكال وتشال وكل أشكال تفخيم الحروف الفلسطينية وترقيقها هو كنز. بعدين دخيل قلبك، أي هاي لهجتك، جزء منك، هويتك، تاريخك الشخصي، جزء صادق وحقيقي على الآخر. بالله عليكم حدا ببدل تاريخه ليصير كول؟ 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 ليلى شبلي دير حنا. عبيدة زيد من كفر قرع. أيوب ومداغم راحة النقب. لينا فاور شعب. ديما حوت من أم الفحم. احمد عقلة المغار. جمانة قبلاوي حيفا. محمد دراوشي كسان. محمد أبو نصرة الناصري. أسوة كتاني باقة الغربية. ساري منصور مجد الكروي. روزان بصول الريمي. جوزيف نويسري شفا عمر خالي. أركان شلابني كسال. يارا شعبان طرعان. أنس خطيب كلنسوي. شاد نرجع حسن المشهد. معلق الغربية أم الفحم. مصطفى قبلاوي الناصري. تخيلوا يا جماعة انه بهاي البقعة من الارض في 35 لهجة، يمكن اكثر، بس اللي عديناهم طلعوا 35 لهجة. كل واحدة من هاللهجات احلى من الثانية، فيش اي سبب لاي حدا انه يتنازل عن لهجته ويستحي فيها. احنا بهالحلقة نحكيش على اللي بيحاولوا في كلمات او مفردات معينة بلهجاتنا مش مفهومة فبنبدلها بلهجات اخرى او بمفردات من لهجات اخرى، لا، احنا بنحكي على خجل، احساس بعضنا بالخجل من لهجته. احكي كيف انت، فيش اشي رح يعبر عنك احسن من ما كيف خلقت وكيف تربيت وكيف كبرت تحكي. على كل حال دوروا على صفحتنا في الفيسبوك لتلاقونا. كونوا بخير، باي باي. قلبتوها بطاطا، قلبتوها بطاطا، قلبتوها بطاطا، قلبتوها بطاطا. قلبتوها بطاطا مع قبلاوي.